لا انا لازم اجل السنه، انا كده هسقط بجد. الناس اللي بتفكر تأجل السنة من أول الأفكار اللي بتيجي على بالنا أول ما الامتحانات تقرب. أول ما نلاقي الامتحانات قربت على طول بيجي في بالنا فكرة أنا هأجل السنة. طيب خلينا نعرف الأول إيه هو التأجيل، إيه أصلا معنى التأجيل أو التقسيم. التأجيل إن أنا أجل لحد السنة الجاية ما أخشش الامتحانات خالص بتاعت السنة كلها. في ناس بتعمل كده ان هي ما تخشش المواد كلها وتعمل شهادة مرضية وتمتحن السنة الجاية، تاخد ثانوية عامة في سنتين، متمتحنش السنة دي وتخش السنة الجاية. وفي التقسيم او برضو التأجيل من معنى تاني ان انت تاخد مثلا مادتين او 3 مواد السنة دي وتاخد 4 السنة الجاية او 3 على حسب بقى ما انت عايز تقسمهم ازاي. المواد اللي انت مذاكرها كويس تاخدها السنة دي، والمواد اللي انت مش مذاكرها كويس تاخدها السنة الجاية. فهو ده معنى التأجيل او التقسيم. طيب هو التأجيل ده بقى حاجة حلوة يعني لو انا ملحقتش اذاكر يعني، والتأجيل ده بقى هو اللي هيخليني اجيب المجموع الفولاذي اللي هدخل بيه طب وهندسة، وهو اللي بجد هيخليني احقق احلامي لو انا ملحقتش اعمل حاجة. انا جاي اقول وجهة نظري ومش مهم تعمل بيها او لا. انا بالنسبة لي فكرة التأجيل او التقسيم دي عاملة كده زي الخوف من المواجهة. واصلا الفكره دي بتجيلك بسبب الضغط النفسي والخوف ان الامتحانات قربت، فابتدي بقى تفكر في الفكره دي في الاخر واللي هو اصلا فاضل 3 شهور بس. فانا من وجهه نظري انك تشيل الفكره دي من دماغك، لانك لو فضلت تفكر فيها او تاخد فيها قرار فهيكون بعد ما خسرت مجهود وفلوس، مصاريف دروس، مصاريف مواصلات، ملازم، كتب، كل دوت ضغط طول السنة على اهلك وعليك، يعني مش عليك لوحدك بس. فعايز انت تقعد فيه سنة تانية كمان. فبجد معرفش ازاي انت بتفكر في حاجة زي كده اصلا. انا اعرف ناس مأجلة ومعاكوا السنة دي وبعتولي ان هم برضو ضغطوا على نفسهم وما ذاكروش حاجة، وبرضو زي السنة اللي فاتت نفس اللي حصل لهم السنة اللي فاتت حصل لهم السنة دي. فضلوا برضو يعطلوا في نفسهم وضغطوا نفسهم لحد الاخر، مفيش اي جديد. بعدين انت مش عارف السنة الجاية الوضع هيبقى عامل ازاي، مش عارف ايه اللي ممكن يحصل السنة الجاية. ممكن وزير يتغير، قرارات تنزل جديدة تبقى تحس ان هي ضدك وتقول يا ريتني كنت كملت السنة اللي انا كنت فيها احسن. ايه اللي بيحصل لي ده؟ يا ريتني كنت كملت السنة اللي انا فيها عشان كانت اهدى وما فيهاش قرارات كتير زي كده ولا كان فيها ضغط زي ده. ثانوية عامة كل يوم في قرار وكل يوم في تغيير. فبجد لو السنة بتاعتك عدت على خير فكمل فيها. ليه تخش سنة انت اصلا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل فيها، ولا ممكن يحصل حاجة انت اصلا مش مدرك بيها ولا كنت يعني بتفكر ان هي هتحصل، فترجع تندم ان انت ما كملتش في السنة اللي انت كنت فيها وتقول يا ريتني بقى كنت كملت في السنة دي. ده السنة دي كانت اهدى وما كانتش في الظروف بتاعت السنة بقى اللي انت رحت تأجل فيها. فانت معاك وقت، ولو فضلت اصلا حاطط الفكرة جوه دماغك فهتتدلع بشكل غريب. يعني هتقول بقى ايه، طب خلاص ما انا كده كده هأجل، انا هذاكر براحتي، مش هذاكر بس غير ال3 مواد دول وال4 مواد التانيين بقى هذاكرهم السنة الجاية، ما لسه في وقت. لا بجد انت معاك 3 شهور تقدر تضغط نفسك فيهم وتخش الامتحانات وتسيبها على ربنا وتحل ال7 مواد بتوعك ايا كانوا جايين سهلين صعبين، تسيبها على ربنا وتخش تعمل اللي عليك وخلاص. الله اعلم يمكن ربنا يكافئك ازاي، فدي حاجة عند ربنا. فانت تسعى خلاص، لسه قدامك وقت، في 3 شهور يعني في ايام وساعات تقدر ان انت تعمل فيهم حاجة. مش يمكن مثلا امتحان الفيزياء ولا التاريخ ولا الكيمياء اللي انت خايف منهم السنة الجاية يبقوا جايين اصعب من السنة دي؟ فبجد لو فضلتوا حاطين فكرة التأجيل في دماغكم مش هتعملوا خطوة لقدام وهتفضلوا مكسلين وهتزنقوا نفسكم جامد، وهتيجوا بقى تندموا وتعيطوا وتقولوا يا ريتنا كنا ذاكرنا خلال ال3 شهور دول بدل ما نقعد سنة تانية بكل الشهور دي بنفس السيناريو تاني. يعني ليه تعيدوا السيناريو ده في حياتكم؟ واقسم بالله اصلا الواحد بيبقى بيتمنى ان هو يطلع منه، فليه نعيده تاني؟ ده غير ان طاقتك هتقل. يعني انت اصلا ما عندكش طاقة ان انت تيجي على نفسك شوية 3 شهور دول، عايز تيجي على نفسك سنة جاية كمان؟ يبقى ازاي؟ يعني انت ما عندكش طاقة لل3 شهور اللي هما 3 شهور بس وعايز تيجي على نفسك سنة بحالها؟ لا انت اصلا مجرد ما تخش السنة الجاية وتشوف صحابك دخلوا الجامعات واللي خلص ثانوي وكل واحد راح في حتة ونزلوا صورهم بقى على السوشيال ميديا وكده، فانت هتفضل تبص لنفسك انا ليه فضلت معطل نفسي في النقطة دي سنة كمان. وطبعا لو في حد اجل السنة وحقق اللي نفسه فيه
فيا ريت تكتب لي في الكومنتات تجربته كانت عامله ازاي. يعني انا ما اعتقدش ان في ناس كتير اجلت السنه وفرحت بالقرار ده. يعني حتى اللي اجل السنه فهو اجلها عشان ظروف. يعني انا شفت ناس اجلت السنه، مثلا والدتهم توفت ليله الامتحان، فطبعا ربنا يخلي لنا كلنا امهاتنا، ويا رب اي حد والدته متوفيه ربنا يرحمها. بالنسبه للناس اللي بتاجل، انا معظم اللي شفتهم بيأجلوا عشان ظروف، حصل لهم حاله وفاه ليله الامتحان، حصل لهم ظروف، حد من عندهم العيله دخل عمليات ليله الامتحان، حصل لهم حادثه، فظروف شخصية بحت، اللي هي ظروف فعلا الواحد ما يستحملش ان هو يخش الامتحانات بسببها، او ان هو يحضر امتحان وهو قلبه مكسور. فدي الحالات اللي الواحد فعلا لازم ان هو يأجل فيها. فيا ريت يعني من وجهة نظري، وانتوا حرين عايزين تعملوا بيها ولا لأ، تشيل الفكرة دي من دماغك وتخش الامتحانات وتسيبها على ربنا، ويكون عندك احساس من جواك بالرضا ويقين ان ربنا هيوفقك. خلي قلبك جامد شوية، بس هو ده كل المطلوب منك. وبس كده، في الاخر القرار ليك.